كيفاش نبقى أنا بلا زينة معلم؟ حاول أنه يقيس له ذاك الجانب الرجولي ديالو والجانب الإنساني ديال كل واحد فينا، ما نرضاش. راه إلا تبعنا الشهوة ديالنا غادي نوليو غير حيوانات. في العهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاش يلاه تحرمت الزنا، ناض واحد الشاب واحد جون ما تقبلهاش. قال له كيفاش نبقى أنا بلا زينة معلم؟ فرجع عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، دان لي بالزنا، خليني نزني، اعطيني الموافقه باش نزني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جا قرب عندي وقرب عنده، وكنت انا كنتوقع انه غادي يوبخو ولا غادي يقول له غاشر الله هذاك، نزلات هكاك خصك تتبع هكاك، هذا هو دين الله. ولكن على عكس داكشي اللي كنتوقعو، وعلى عكس الثقافه ديالنا اللي مبنيه على الضرب والجرح والشتم، النقاش جا عنده. فاش قرب عند الرسول صلى الله عليه وسلم حاول انه يقيس له ذاك الجانب الرجولي ديالو والجانب الانساني ديال كل واحد فينا. قال له بكل بساطه، ترضاه لامك؟ ويجاوب الشاب هو يقفز، قال له بلى، ما نرضاش لامي. قال له ترضاه لاختك؟ قال له بلى يا رسول الله، ما نرضاش لاختي. قال له ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ فجبد له المحارم ديالو كاملين، وناضوا فزع غضب. قال له لا يا رسول الله، ما نرضاش. قال له وهكذا يا كيما انت ما ترضاش المحارم ديالك، كيفاش تبغي الاخرين انه يرضاوه المحارم ديالهم؟ فانا غير بالنقاش بين له ان ذاك الامر اللي بغاه هو يكون متاح راه غير صائب من الاساس. فمن هنا نتعلموا جوج الدروس، نستخلصوا جوج الدروس. الدرس الاول اللي هو النقاش، انه راه بزاف ديال الحوايج كيتحلوا غير بالنقاش، غادي نهبطوا على بزاف ديال الحوايج غادي نحلوهم غير بالنقاش وغير بالعقل. الحاجه راه كتبان لك جبل، كنشدوها كنفرتكوها كتبان غير تفرتيت وكنلقاو لها الحلول. الدرس الثاني وهي راه ما يمكنناش نتبعوا الشهوه ديالنا في بزاف ديال الامور. راه الا تبعنا الشهوه ديالنا غادي نوليو غير حيوانات. انا باغي يعني غادي ندير، انت باغي يعني غادي دير، ما بقاتش في البغو، بقات في المنطق، بقات في اللوجيك. حنا راه عندنا الشيطان كيوسوس لينا، وعندك النفس كتوسوس لينا، وزيد كسيدي القارين ديالك. انت راه عندك بزاف ديال الاعداء داخل منك، وتا الا تغلبتي ما خصكش اي حاجه بغيتيها تقول راه غادي نديها في ارض الواقع. اخوان حياكم الله.